بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في نهاية السنة 11 في موسم الحج، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغل قدوم الناس لبيت الله الحرام سواء في عمرة أو حج أو تجارة أو غيرها ليبلغهم دين الله جل جلاله. لكن هذه المرة الأمر سيختلف. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند العقبة، والعقبة مكان يصعب على الناس المرور فيه، ولهذا سمي بالعقبة. جاء 6 من الرجال ينظر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعيد حتى اقتربوا. هؤلاء 6 جاءوا من منطقة اسمها يثرب، إلى الآن ما تغير اسمها، ومن قوم يسمون الخزرج. هذه لأول مرة يلتقون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم عددهم؟ 6. من أي قبيلة؟ الخزرج. وكأن الله عز وجل أراد بهذه الأمة خيرا، أن أرسل هؤلاء 6 في ذلك اليوم ليلتقوا برسول الله، ليتغير التاريخ كله. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، قال: من بني القوم؟ من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. النبي يعرف المدينة، وأصلا راح لها من قبل وهو صغير، وخوال أبوه من المدينة أصلا، ووالده هناك توفي، وأمه بقرب هذه المدينة. فسألهم: أمن موالي اليهود؟ أنتوا اللي بينكم بين اليهود عهد هناك وعندكم يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. شوف، لاحظ أن الخزرج لما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم لين وعندهم طيبة. يمكن هذا يرجع لأصلهم، لأن أصل الخزرج من اليمن، مثل أصل بنو عمهم الأوس، عيال عم هذيل أيضا من اليمن. واليمن طبيعة أهلها رقة القلوب والأفئدة ولينها. قال: ألا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى نجلس. فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الإسلام، وقلوبهم رقيقة ويسمعون، وبدأ النور يدخل في قلوبهم شيئا فشيئا، وبدأت صدورهم تنشرح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا 6 بس، كلهم من الخزرج. فقال بعضهم لبعض حين يكلمون بعض، كأنهم شوي اقتنعوا بكلام النبي وانشرح صدرهم له، قالوا لبعضهم: تعلمون يهود شنو كانوا يقولون لنا؟ يهود اللي معانا في المدينة في يثرب شنو يقولون لنا؟ دائما يقولون لنا أن هناك نبي مبعوث الآن قد أضل زمنه، هذا وقت النبي، في كتبنا نعرف أنه راح يطلع نبي الآن، فإذا ظهر هذا النبي، لأن دائما النبي يطلع منهم من بني إسرائيل، قال: فإذا ظهر هذا النبي سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. يا وثنيين، لا عندكم كتاب، لا عندكم رسالة سماوية، لا عندكم دين، تعبدون أصنام. أول ما يطلع هذا النبي راح نقف معه ونقاتلكم ونصفيكم. حين بعضهم قاعد يقولون حق بعض هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم. ثم قالوا: يا قوم، يا جماعة، تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود. هذا النبي ترى اللي اليهود دائما يقولون يوعدونكم إياه وراح نقاتلكم معه، فلا تسبقنكم إليه. كانوا هؤلاء عقلاء، عندهم عقل وحكمة وطيبة قلب، ونفس الوقت الحرب أهلكتهم. أي حرب؟ كانوا يتحاربون بين بعضهم البعض، أوس وخزرج، مع أنهم عيال عم، أب واحد وأم واحدة، كانوا يتقاتلون. قالوا: يمكن لو آمنا بهذا النبي ويعني تبعنا دينه ممكن نتوقف عن العداوة والحرب. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلموه، قالوا: يا محمد، إنا قد تركنا قومنا، إحنا جايينك من ناس بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى إذا آمنا بك
ودخلنا في هذا الدين أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم، احنا راجعين بعد ما نخلص الحج، فسندعوهم إلى أمرك، إلى هذا الدين، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه. فإن يجمعهم الله عليه، أي على هذا الدين، فلا رجل أعز منك بعد هذا. إذا الله جمع قلوبنا إحنا والأوس عيال عمنا على دينك وعلى كلامك هذا وعلى رسالتك، ترى ما راح تكون أي إنسان، راح تكون أعز إنسان لدينا. شوف الآن الله سبحانه وتعالى أراد بهؤلاء الناس شيئا من الخير، وأراد الله عز وجل أن يشرح صدورهم. خلصوا الحج، رجعوا وين؟ إلى قومهم، كانوا 6 بس. قالوا لهم: يا قوم، التقينا بشخص، وهذا الشخص يقول إنه نبي، فآمنا به ودخلنا في دينه وشهدنا الشهادة. ماذا؟ دين آخر غير ديننا؟ نعم، دين جديد، دين سماوي، وهو الدين وهو النبي الذي كانت اليهود تواعدكم به. وقرأ علينا شيئا من القرآن. قرآن، اقرأوا علينا القرآن. بدأ 6 يقرؤون عليهم القرآن الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في مثل مبنى صغير في مكان اسمه مكان بني زريق، قالوا هذا المكان نخليه مكان نصلي فيه. وأخذوا يصلون ويسمع قومهم منهم، وبدأ العدد يزيد شيئا فشيئا. 6 زادوا، والنبي صلى الله عليه وسلم مستبشر الآن خير. بلد مو أي بلد، بلد أخواله، المدينة قريبة مو بعيدة، وهذه البلد كأن النبي انشرح صدره لها. شوف بداية الخير لهذه المنطقة التي يريد الله عز وجل أن يرحم أهلها. صارت السنة 12، الآن السنة 12 من البعثة، وأيضا في موسم الحج. كم واحد جاي الحين؟ كانوا المرة الأولى 6، الحين جو 12. 2 من الأوس من عيال عمهم يبون يسمعون، بعد من الأوس يبون يشوفون شنو هذا النبي وشنو عنده، وفعلا كلامهم صح اللي يقولون لنا عيال عمنا ولا لا. و10 من الخزرج، 12 كلهم رجال. و5 من اللي جو في السنة الماضية، 1 تخلف. جاءوا في السنة الثانية، في السنة 12 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسوا عنده في نفس المكان في العقبة، وأخذ النبي يعلمهم دين الله والإسلام، فانشرحت صدورهم جميعا. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعهم. قال: نبدأ اليوم بيعة بينني وبينكم. شوفوا كأن الفرج الآن بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل مكة وللمؤمنين، أن في بلد أخرى ممكن أن تحتضن هذا الدين وهذا الإسلام. قالوا: تبايعنا على ماذا يا رسول الله؟ ما الذي تريده منا؟ قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قالوا: نبايعك يا رسول الله. هذا 12 اليوم ترى مو أي ناس، عليهم ستقوم قائمة الإسلام. لولا 6 اللي أول شيء انشرحت صدورهم، لولا 12 اللي جو في السنة الثانية، لولا هذه البيعة، ربما الإسلام كان في منحى آخر. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقولوا الحق ولا يخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليهم إلى يثرب، ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم. طيب شنو لهم هذا كله يسوونه؟ لهم شيء واحد. ماذا لنا يا رسول الله إذا فعلنا هذا كله؟ لكم شيء واحد. ما هو؟ لكم الجنة. الله أكبر. لهم الجنة إذا بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه البيعة. بعد ما تمت البيعة قضوا مناسك الحج، قالوا: يا رسول الله، سنرجع إلى بلادنا، لكن حنا ما نعرف أشياء كثيرة عن الدين. ما رأيك يا رسول الله لو تبعث معنا أحد أصحابك؟ قال: ونعم الرأي.
من سيرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيرسل شابا من أصحابه الخلص، مو أي واحد، كان هو أترف أهل مكة، وترك كل هذا الترف وكل هذا النعيم ليلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاع مع رسول الله، زهد بالحياة من أجل رسول الله، ترك كل الدنيا من أجل رسول الله. النبي شافه، هذا الإنسان اللي ترك هذه الحياة، حياة الترف، حياة النعيم، حياة الخير، إلى حياة الزهد والجوع والأذى والعذاب، هذا سهل عنده أن يهاجر من مكة إلى بلد أخرى. من سيرسل معهم؟ إنه أول سفير في الإسلام، إنه مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير: ستذهب مع هؤلاء النفر من أهل يثرب وستجلس عندهم تعلمهم دين الله عز وجل. سمعا وطاعة يا رسول الله. يتجهز مصعب ويخرج مع قوم غرباء بالنسبة له. تخيل إنسان يترك بلده ويهاجر إلى بلد أخرى، يرسل يسيح في الأرض يبلغ دين الله. أول واحد، هذا أول سفير في الإسلام. راح عند منه؟ سكن عند واحد اسمه أسعد بن زرارة من الذين أسلموا، وكان يسمى المقرئ. يعني الناس تسأل: منو هذا اللي جاي معاكم؟ هذا المقرئ. شنو يقرأ؟ ترى أغلب أهل المدينة وثنيين يعبدون أصنام، جزء منهم يهود، واليهود بدأوا يسمعون شنو قصة هذا المقرئ اللي جاي، شنو قاعد يسوي. بدأوا يسمعون أن هناك نبي، وبدأ هذا النبي يرسل أحد الناس يعلم الناس دين الله. ومصعب كان ذا أسلوب حكيم جميل، ما يكلم واحد في الإسلام إلا بسرعة ينشرح صدره لدخول هذا الدين. وكان عنده صوت في قراءة القرآن. وأسعد بن زرارة يجلس مع مصعب يكلمون الناس، يجلسون كل مرة يروحون عند ناس يكلمونهم عن الإسلام، والناس تأتي إليهم يستسألهم عن الإسلام. وبدأ الخبر ينتشر في تلك المدينة، حتى اجتمع اثنين من قادة يثرب وكانا مشركين، وهما سيدان في قومهما. واحد اسمه سعد بن معاذ، اسم جميل صح، لكن للحين مشرك سعد، ما أسلم. وأسيد بن حضير. لما تسمعون الاسمين تستغربون شلون يعني هذا حالهم قبل الإسلام. جلسوا الاثنين سيدا قومهما في يثرب ومتضايقين من اللي قاعد يسويه مصعب. مصعب قاعد يتكلم عن الأصنام ويتكلم عن الدين الوثني ويتكلم عن هذا الشرك وهذا حرام وهذا كفر، اعبدوا الله وحده. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين، يعني أسعد ومصعب، اللذين قد أتيا دارينا، سفها ضعفاءنا، فلنزجرهما ولننههما أن يأتيا دارينا. قال أسيد: أنا أروح. فأخذ أسيد الحربة، وأسيد مو أي واحد ترى، سيد قومه، أخذ الحربة وراح حق دار أسعد، ومصعب جالس عنده. فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه، ترى هذا مو أي واحد اللي جايك، اللي شايل الحربة بيده، ترى هذا سيد قومه، فاصدق الله فيه، يعني اخلص النية وأنت تدعوه إلى الله عز وجل، ترى هذا مو أي واحد. فقال مصعب لي أسعد: إن يجلس أكلمه، يعني الشيب يعني خلي يجلس وأنا قاعد أكلمه وأدعوه للإسلام. فجاء أسيد وماسك الحربة فوقف عليهما وهو عابس بوجهه، فقال لهما: ما جاء بكما إلينا؟ تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا، لا تجلسون عندنا، إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، أي شيء تبون مو عندنا، ترى نريدكم أن تخرجوا من هذه البلد. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ شويك واقف؟ اهدأ اجلس، فإن رضيت أمرا، إذا الكلام عجبك قبلته، وإن كرهته، إذا ما عجبك الكلام
كف عنك ما تكره، كف عنك ما تكره، يعني الكلام اللي قاعد تكرهه ما راح تسمعه، ايش رايك؟ اما يعجبك وترضى فيه او ما راح نعيده مره ثانيه. فقال أسيد: انصفت. هذا الكلام اللي تقوله انصاف وعدل. فاركز حربته في الارض ثم جلس عندهما، هات ما عندكما. فاخذ مصعب يتكلم بالاسلام ويشرح عليه الاسلام، وأسيد يسمع كلام جميل، وقد يقرأ عليه القرآن، بدأ يقرأ عليه شيئا من القرآن، وبدأ أسيد ينشرح صدره، وأسعد مستانس إن أسيد هذا الإنسان القوي الشديد سيد قومه من كلام بسيط بدأ يلين قلبه. قلت لكم هذول الأوس والخزرج، هذا المؤيناس، هذه القلوبهم لينة، هذول الذين أعدهم الله لحمل هذه الرسالة. فلما انتهى مصعب من كلامه قال: والله ما أحسن هذا الكلام وأجمله. كلامك جميل وكلامك حسن يا مصعب. ثم قال له: يا مصعب، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ الواحد شنو يسوي إذا بيدخل في هذا الدين؟ لا شيء، تقوم تغتسل، تطهر، طهر ثيابك، ثم تأتي إلينا وتشهد شهادة الحق وتصلي. تتوقعون يسويها أسيد؟ اي والله، من جلسة واحدة، من كلمات بسيطة. راح اغتسل ونظف ثيابه وجاء إلى مصعب وأسعد وشهد الشهادتين وعلماه الإسلام. بعد ما تعلم الإسلام ترى جلسة واحدة قال لهم: ترى وراي واحد رجل، ترى مو أي واحد، سعد بن معاذ، إن اتبعكما هذا الرجل، سعد هذا سيد قومه، والله لو يتبعكم هذا الرجل لن يتخلف عنه أحد من قومه. إذا أسلم كل قوم راح يسلمون. صحيح؟ إيه نعم صحيح. مصعب واثق من نفسه، قال: جيبه جيبه، روح. قال: راح أجيبه لكم، وحين راح يجي، افعل ما تفعلان، لكن ترى هو سيد قومه. بس شلون يجيبه الحين؟ وش يقول حق سعد عشان يجي؟ لازم يعطيه سبب عشان يأتي. فذهب إليه أسيد فقال له: يا سعد، يا سعد، أتدري ما الخبر؟ قال: ما الخبر؟ قال: بنو حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وأسعد ابن خالة منه سعد بن معاذ، ترى رايحين يذبحونه لأنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، بس علشان يأذونك، يبون يقتلون ابن خالتك. أخذت سعد الحمية. قال: صحيح؟ قال: نعم. قال: تعال معي. فأسرع سعد بن معاذ فقط علشان القرابة اللي بينه وبين ابن خالته. فلما وصل سعد بن معاذ شاف أسعد جالس ما في شيء، جنب مصعب جالس ما في شيء، قال: والله لولا القرابة التي بيني وبينك ما رمت هذا مني. يا أسعد، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ أنت قاعد تقول كلام ترى احنا ما يعجبنا، لولا القرابة اللي بيني وبينك لرأيت مني ما أفعل. فقال مصعب الحين وسعد واقف وبيد الرمح بعد، حتى سعد معصب. فقال له: أو تقعد فتسمع؟ قال: ولي ما أجلس؟ ليش تبيني أجلس؟ قال: اجلس، اجلس واسمع، ترى هذا سعد مو أي واحد. قال: فإن رضيت يا سعد، إن رضيت كلامي قبلته، وإن كرهته عزلنا منك ما تكره، والله ما راح تسمع منا أي كلام ثاني. فقال سعد بن معاذ مثل ما قال أسيد: أنصفت يا مصعب. فركز الحرب مثل ما فعل أسيد وجلس. قال: هاتي ما عندك. أخذ مصعب بكل أسلوب جميل يعرض الإسلام على من؟ على سعد بن معاذ. شوف أبيك تسمع الأسماء هذه: مصعب بن عمير، أسعد بن زرارة، أسيد بن حضير. ومصعب يخاطب من؟ يخاطب سعد بن معاذ. تعرفون منو سعد بن معاذ؟ الله، راح نسمع بعدين منو سعد بن معاذ هذا. فشاف مصعب أن سعد بدأ قلبه يرق، بدأ قلبه يلين،
فأخذ يقرأ عليه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإذا بقلب سعد بن معاذ يرق وعيناه تدمعان، وإذا به يلين بين يدي مصعب بن عمير، فقال له: يا مصعب، كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ الواحد شنو يسوي إذا أراد أن يدخل في هذا الدين؟ قال: نفس ما قال حق أسيد، تغتسل، تبدل ثيابك، وتروح تأتي إلينا ونعلمك الشهادة والصلاة. وفعلها سعد بن معاذ ودخل في دين الله، صار فتح الآن في تلك المدينة المباركة. فلما أسلم قال حق مصعب: ترى أنا رايح قومي أبلغهم دين الله. قال: افعل ولا عليك، أنا معك، أنا أعلمهم الدين معك. فذهب إلى قومه سعد بن معاذ، جمعهم: يا بني عبد الأشهل. تجمع الناس حوله: كيف تعلمون أمري فيكم؟ منو أنا بالنسبة لكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا، أنت السيد، أنت اللي إذا تكلمت الكل يسمع كلامك. فرد عليهم وقال: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام. كلام رجالكم وكلام نسائكم كل علي حرام، يعني لا أكلم لا رجالكم ولا نسائكم من اليوم ورايح. ليش يا سعد؟ أنت سيدنا أفضلنا رأي، ليش ما تبي تكلمنا؟ قال: حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. قالوا: نؤمن، إذا هذا شرطك يا سعد. شوف الآن شلون دخلون في الإسلام. وبدأوا يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا، حتى لم يبق دار فيه رجل ولا امرأة من قبيلة سعد إلا دخلوا في دين الله عز وجل. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. وصلت السنة 13 من البعثة، جاء وقت الحج، وجاء أهل يثرب يريدون أيضا أن يحجوا إلى البيت الحرام، والغالبية كانوا وثنيين. إلى الآن مو كل الناس دخلوا في الإسلام، لكن جاء وفد من أهل الإيمان عددهم 73 رجل، منهم امرأتين، 73 منهم امرأتان. أما البقية كانوا وثنيين. وكان من القادة اللي معاهم من الوثنيين هذيل كان هناك رجل اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، كان شبه هو القائد في تلك المدينة، وكانت الناس تعتبره مثل القائد اللي كاد أن يكون منصبا حاكما عليهم بعد أن يجمع الأوس والخزرج، راح يصير هو القائد عليهم. وال73 جو بين هذيل الناس، بين 500 واحد اللي جايين، ومعاهم منو؟ معاهم مصعب بن عمير. أول ما وصلوا إلى مكة راح مصعب على طول إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ها يا مصعب، أعطني الخبر، شنو اللي صار؟ فأعطاه أخبار المدينة وأخبار يثرب، وبدأ يعلمه الناس اللي دخلت في الإسلام، ودخل بعض السادة والقادة في الإسلام، وهذا البيت دخل في الإسلام، ويخبره بالقصص، والنبي يهل وجهه ويسر بالأخبار التي يسمعها من سفيره من مصعب بن عمير. طيب ماذا سنفعل الآن يا مصعب؟ قالوا: ينتظرونك يا رسول الله في أوسط أيام التشريق، في الوسط بالسر، راح يقابلونك 73 واحد في نفس المكان في العقبة. هذا الوعد الذي بينك وبينهم. تم الاتفاق، والناس ما يدرون. هذا أهل الإيمان بين أهل الأوثان، وأهل مكة فيهم مؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الأوثان كثيرون، والناس مخلوطين ببعضهم. لين جاء أوسط أيام التشريق، هذا الموعد، وجاء ظلام الليل،
وبالسر والكتمان الناس كلهم نائمون في خيامهم. اطلعوا 73 واحد، معهم رجل اسمه كعب بن مالك، يقول: نمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل وهدأت الرجل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله متخفين متسللين حتى اجتمعوا في الشعب عند العقبة. 71 والاثنين النساء، نسيبة بنت كعب تسمى أم عمارة، وأسماء بنت عمر. أي فضل لهاتين المرأتين اللتان شهدتا تلك الحادثة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاب روحه، منو جمعه؟ جمعه عمه. عمه منو؟ عم العباس. هل آمن؟ لا، ما آمن، لكن كانوا يدافعون عن ولدهم ويخافون عليه وحموه من أهل قريش. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، ترى في ناس من أهل يثرب يبون يبايعوني ويدافعون عني وراح أطلع وياهم وأخرج معاهم. قال له: ما تروح، أنا أروح معاك، أنا أشوف الوضع. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر العباس في وجوههم، قاعد يطالع منو هذين الناس، منو هذين الأكثر من 70 واحد جايين من يثرب. العباس يعرف أهل المدينة لكن يعرف الكبار، ما يعرف هذين الشباب. قال: يا محمد، هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث. فتكلم العباس، الآن الموجودين 73 والنبي صلى الله عليه وسلم معه العباس، فقال: إن محمدا منا حيث علمتم، ترى هذا ولدنا، منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه. يعني ترى احنا موافقين قومنا بالكفر وبعدم الإيمان بهذا الدين، لكن احنا دافعنا عنه ضد قومنا، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى، يعني محمد، إلا الانحياز إليكم. أيها الناس، إن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، يعني قد كلمتكم، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم، فمن الآن أيها الناس دعوه وارجعوا إلى بلادكم، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده وبين أهله وجماعته. يعني إما تكونوا قد كلمتكم ولا رجعوا، ترى احنا نقدر نحميه. شوف، مع أنه لم يكن إلى الآن أسلم العباس، بعدين راح يسلم. منو تكلم الحين بلسان الأوس والخزرج، بلسان أهل المدينة؟ كعب بن مالك، وكان مفوها. فقال له: سمعنا ما قلت يا عباس، لكن نريد أن نسمع من رسول الله، فتكلم يا رسول الله، خذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم أبلغهم بنص البيعة. البيعة الأولى السنة اللي فاتت 12، هذا الحين البيعة المرة الثانية والعدد أكبر، والبيعة هذه الآن أوضح. قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أول يوم، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة، مثل ما قال له في المرة الأولى. فأخذ البراء بن معرور بيده، مسك إيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، يعني أهلنا، يعني أنت ندافع عنك مثل ما ندافع عن أهلنا. شوف القوة الآن والفروسية في أهل المدينة، في الأوس والخزرج، في الأنصار، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل حروب، تعودوا على الحرب منذ سنوات طوال. ثم جاء أبو الهيثم ابن التيهان فقال: يا رسول الله، تعرف أن بيننا وبين اليهود حبال، مسوين عهد بيننا وبين اليهود، وراح نقطع هذا العهد اللي بيننا وبينهم، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك يا رسول الله، ثم أظهرك الله، انتصرت، هل راح ترجع إلى قومك وتدعنا؟ من الآن يبي يضمن أبو الهيثم
إن النبي لما يجي يكمل وياهم، ما يحن بعدين إلى بلده ويرجع. ترى هذا الكلام خلى النبي يتشجع أكثر، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن علم أنهم صادقين، أنه يبون الفعل إلى النهاية، ما يبون فترة وبس. لا لا لا، يسمع كلامهم يدري أنهم أهل قوة وشجاعة وبسالة وصادقين في كلامهم، ويبون يكونون مع الرسول حتى النهاية، مو فترة فقط. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم. الله أكبر، الله أكبر، الدم الدم والهدم الهدم، دماؤنا واحدة وهدمنا واحد، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فقال البراء بن معرور: ابسط يدك يا رسول الله فلنبايعك. فكان البراء أول من بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا يكلمون بعضهم: ترى انتبهوا، العرب كلهم راح يكونون ضدكم، العرب كلهم راح تقاتلكم، اللي قد هذا البيعة يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مو قدها لا يبايع. كانوا والله صادقين، والله شجعان أبطال، وبدأوا كلهم يبايعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تشكلت نواة جديدة لدولة إسلام قادمة، ومرحلة جديدة وتاريخ جديد بمبايعة هؤلاء الرجال، حتى جاءت المرأتان تريدان أن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمد يده إليهما وبايعهما لفظا، فهو لا يصافح النساء. ثم طلب من 73 قال لهم: أعطوني 12 واحد منكم. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: أريدهم أن يكونوا نقباء مثل الرؤساء لكم. 12 واحد، 12 هذه كان فيها سر، اللي كانت في عهد موسى عليه السلام والحين. قال: ائتوني ب12 واحد. قالوا لي هذول 9 من الخزرج كانوا أكثر، و3 من الأوس، 12 واحد صاروا هم قادة هؤلاء الناس إلى قومهم. وتمت البيعة في ظلام الليل. فلما تمت البيعة سمعوا صراخا يخرج من رأس العقبة من الوادي، صرخة تقول: يا أهل الجباجب، يعني المنازل، يقعد الناس: يا أهل المنازل، يا أهل الجباجب، يا أهل المنازل. الصحابة يسمعون: منو هذا؟ من اللي قاعد يصرخ؟ من اللي قاعد يتكلم؟ هل لكم في مذمم والصبات معه، يقصد محمد، هل لكم في مذمم والصبات معه، قد اجتمعوا على حربكم، فمن هذا الصارخ؟ صلى الله عليك يا